القصة تبدأ في سنة 1980 يوم تم بناء بيت جميل وجذاب في حي العباس في كربلاء، ومساحة هذا البيت كانت تقريبا 600 متر. طبعا اللي بنوا هذا البيت كانت واحدة من العائلات الثرية اللي تسكن الآن حاليا في هذه الأيام في أحد دول أوروبا. فبالفترة اللي هم غابوا عن العراق قرروا أنهم يأجروا هذا البيت بدل ما يقعد فاضي هكذا، وفعلا تم تأجير هذا البيت لأسرة صغيرة مكونة من أب وأم وطفلهم. أما المستأجر الجديد هذا فكان هو ضحية القصة هذه، والمشكلة إن هذا الرجل المستأجر هو من النوع العنيف، يعني كان يرجع البيت كل يوم بشكل يومي وهو بحالة من السكر ومخمور. وأول ما يدخل البيت وش يسوي؟ تعتقد إنه يسلم؟ يعني يجيب معه حلاوة لابنه أو يحضن زوجته؟ لا، أول ما يدخل أول حاجة يسويها إنه يقوم بضرب ابنه وزوجته كل مساء، يعني على نفس الحالة هذه بشكل شبه يومي. ولأنه اعتاد على هذا النمط العنيف من الحياة، سكان الحي اللي هم جيرانهم